هيفيدني بايه العلاج بتاع الضغط؟ هيفيدني بايه التغذيه العلاجيه للضغط؟ هتقلل لي الجلطات والسكتات الدماغيه وجلطات القلب بنسبه كام؟ 40%. هتقلل لي ان يحصل فشل في عضله القلب بنسبه كام؟ 30%. هتقلل لي ان يحصل فشل في الكلى بنسبه كام؟ 20-30% على الاقل. يعني انا مستفيده في كل الاحوال. قبل ما نتكلم في التغذيه العلاجيه عايزه اقول لكم على معلومه مهمه جدا. هو في حاجات غير اللي انا قلتها سواء الكوليسترول او السكر او وظائف الكلى بتاثر على ارتفاع ضغط الدم اكون انا بعملها وانا ما اعرفش؟ طبعا، اهمهم التدخين والكحول. الاتنين دول بيأثروا على ارتفاع ضغط الدم، بيزودوا ارتفاع ضغط الدم. التدخين ليه؟ لأنه هو اللي بيعمل تصلب في الشرايين، بيخلي الجدار بتاع الأوعية الدموية مش مستجيب لأن هو يفتح ويقفل ودي وظيفته الأساسية، فيحصل إيه؟ يبقى